اهلا بيك. قبل ما ادخل معاك في المحاضره مهم جدا انك تعرف مهندس ميكانيكا مرتبط ارتباط قوي جدا بمجال التصنيع ومجال التشييد والبناء. واديتك نبذه قبل كده عن دور مهندس ميكانيكا في مجال التصنيع، هتلاقي لينك المحاضره موجود في الكومنتات. لكن حقيقي النهارده انا عايز اكلمك عن دور مهندس ميكانيكي في مجال التشييد والبناء. اول حاجه انت محتاج تعرفها في المحاضره هو اهم سؤال، يعني ايه اصلا بي اي ام؟ البي اي ام باختصار كده هي Building Information Modeling. يعني ايه؟ يعني انا عندي بعمل موديل كامل، الموديل ده هو المشروع بتاعي، والمشروع ده اقدر اخرج منه المعلومات الكامله عشان اقدر انفذ المشروع. خليني ادي لك مثال يبسط لك القصه. انا عندي مبنى زي ده كده، والمبنى ده فيه ضغطات، انا خلصت شغل الام اي بي، وبعد كده دلوقتي محتاج ان انا اخرج المعلومات اللي انا محتاجها. اول حاجه محتاج اعرف الخامه بتاعه الضغطات دي، طريقه التثبيت، عايز اعرف كمان انواعها، عايز اعرف طولها قطرها، عايز اعرف الاكسسوارز والفاميليز اللي انا محتاج ادخلها جوه الضغطات دي عشان اقدر اخلص الموديل بتاعي. كل المعلومات دي مش هقدر احصل عليها وانا شغال بالكاد، لكن هقدر احصل عليها لو انا شغال بطريقه البي اي ام. وده اللي يخلي البي اي ام يكتسح الكاد ويقدر ان هو يغلب الكاد في قصه الموديلنج. اكيد في سؤال دلوقتي بيدور في دماغك، هو طيب ما الكاد موجود في السوق والدنيا ماشيه وشغاله. هي دي اجابه صح، فعلا الكاد موجود في السوق وشغال، لكن خد بالك الكاد ممكن مع الوقت ينتهي ويتلغي ومحدش يستخدمه. لكن البي اي ام هو اللي هيسيطر وهيبقى مطلوب جدا في الشركات، سواء اللوكال او الشركات المالتي ناشونال. تعالى بقى كده اخدك في النقطه الثانيه، وهي نقطه ايه هي مراحل البي اي ام. بص، البي اي ام هي عباره عن 3 حاجات رئيسيه. اول مرحله وهي مرحله الموديلنج، والموديلنج هنا انا بعمل الموديل بتاعي وبعمل نموذج كامل من البروجكت. وطبعا النموذج ده بيبقى 3 دي، في برامج كتيره قوي بتخدم على القصه دي، ولكن اشهر برنامج موجود في السوق هو برنامج الريفت. وطبعا عشان اقدر ان انا اشتغل في مرحله الموديلنج دي لازم اكون محترف تكنيكال بشكل قوي جدا، ولازم اكون بعرف استخدم تول الريفت بشكل كويس قوي، واعرف الفاميليز والتمبلتس، واعرف ان انا استخدم ازاي الحوائط واحط العناصر المعماريه او الانشائيه او العناصر بتاعه الميكانيكا. اما بقى تاني مرحله موجوده في البي اي ام وهي مرحله التنسيق، او مرحله اسمها كوردينيشن، ودي بدايه الخط للطريق الاداري. وعشان المهندس يقدر يوصل لمرحله ان هو يكون بي اي ام كوردينيتور لازم يكون ملم بكل التفاصيل بتاعه التخصصات الثانيه. لكن التفاصيل اللي انا قصدي بيها هنا مش ان انت تعرف تعمل موديلنج في كل التخصصات الثانيه، لكن عارف الفاميليز والتمبلتس بتاع التخصص المعماري والانشائي. وبالتاكيد بما ان انت مهندس ميكانيكا فانت عارف ازاي تعمل موديلنج اصلا كشكل ميكانيكال، تحط الضغطات او البايبنج او ايا كان انت هتعمل ايه في الموديل بتاعك. لكن مع الكلام ده لازم يكون معاك شويه تولز كده تقويك في حته الكوردينيشن، ودي حاجه اسينشال قوي. اول حاجه وهي النيرف، وده اشهر برنامج موجود في السوق ككوردينيشن. طبعا معاه بقى الاي سي سي، ازاي تستخدم الكلاود بتاع اوتو ديسك وتقدر ان انت تحط كل الملفات وتشير الملفات دي كلها مع كل التخصصات والديبارتمنتس عشان يقدروا يشوفوا الموديل. طبعا بقى المرحله الثالثه وهي المرحله الاخيره هي مرحله اداره البيانات والمعلومات الكامله دي كلها. وهنا ده تقريبا اعلى تايتل موجود في منظومه البي اي ام، هو بي اي ام مانجر. وفي الحته دي لازم تكون فاهم ازاي تعمل بلان بي اي ام، وهي اسمها بي اي ام اكسكيوشن بلان، بي اي بي. ازاي تجمع كل الانفورميشن من المالك عشان تقدر تعمل الموديل بشكل كامل وتبدا توزع التاسكات على كل التخصصات اللي معاك. حضرتك بقى تقدر توصل لبي اي ام كوردينيتور او بي اي ام مانجر، سواء كنت معماري انشائي او حتى ميكانيكا. في الاخر كل دول بيشتغلوا جوه منظومه واحده اسمها منظومه البي اي ام. هنيجي بقى في الجزء اللي هو مهم جدا بالنسبه لك، وهو انا هشتغل ايه جوه المنظومه دي. انت مكانك في البي اي ام في شقين. في مكان تشتغل كموديلنج وتشتغل كام اي بي، وام اي بي اختصار ميكانيكال الكتريكال بلمبنج، او ان انت تشتغل مصطلح تاني اسمه فابريكيشن انجينير. وفي الحالتين سواء ام اي بي او فابريكيشن انجينير فانت هتخدم جوه منظومه البي اي ام. خليني اقول لك ازاي. في الام اي بي طبيعي انت لازم تعمل موديل كامل، المعماري بيعمله لك وبعد كده الانشائي بيخلص الشغل بتاعه، وانت بتبدا تحط بقى الضغطات وتحط البايبنج والاتش باك والكلام ده كله جوه الموديل. وبتمشي بالتايتلز كالاتي، ان انت بتبدا بي اي ام سبيشاليست او بي اي ام موديلر، وبعد كده بتترقى تبقى بي اي ام كوردينيتور، واخر حاجه بتوصل لبي اي ام مانجر. لكن حقيقي في البي اي ام في مرحله اسمها مرحله الفابريكيشن. في المرحله دي لازم تكون فاهم ان انت بتسبلاي، يعني بتورد الحاجات اللي المفروض هتستخدم في الموديل في التركيب والتجميع. هنا يجي دورك كفابريكيشن انجينير، لازم توضح اي بورت هتورده للموقع لازم يكون فيه تفاصيل قويه جدا. هنا التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها بتوصل ل او دي 400، ولو انت مش عارف ال او دي يعني ايه اكتب لي في الكومنتات وهعمل لك عليها محاضره. وبالتاكيد لو عندك اي سؤال سيبه لي في الكومنتات وهرد عليك على طول. لحد هنا المحاضره يا صديقي انتهت، واتمنى ليك التوفيق.